الله الرحمن الرحيم. أبي العزيز، أمي الغالية، أتمنى أن لا نصل إلى هذه اللحظة التي تقع فيها رسالتي هذه بين أيديكم، حينما يتم تفتيشي بعد مواتي، بل استشهادي. إن حصل ذلك فأرجو أن تسامحوني، لأنني تسببت لكم بكل هذا الألم. لكن صدقوني، هو ليس ألماً بالنسبة لي. هي سعادة لا تضاهيها سعادة. ابنكم المحب حمزة صلاح هادي. كتبت في ساحة التحرير. صدقوني عبرتكم ما فيها فايدة. حمزة هاي زايدة منك ترى، خلي الشباب تعبر. إذا عبروا راح يصير طشارهم ما له والي، حتصير مجزرة. هو شنو العراق ما يستاهل يصير مجزرة؟ خلينا نموت على مود عفوا الشباب بوسم. لك تحور بالحكي، الولد إذا عبروا كلها راح تطشر، كلها راح تموت. خليني نعبر شو يصير يا ولد اسمعوني يا ولد، يا ولد اسمعوا، خلوا بالظهر اقسم يا اخوان. يا ولد سمعوني يا ولد، هذا الحايط بيحكي علينا. إذا نريد هسه نعبره وندفعه، النتيجة شنو؟ شنو النتيجة؟ شباب حلوه من حالك، تجيهم أوامر من قادتهم ويرمون علينا. بالحالتين العراق راح يخسر شباب يحتاجوا الباشرة اللي نحبيه احنا. اللي يريد يكسر قلب أمه وأبوه بهاي الليلة، واللي يريد ما يشوف أمه لو حبيبته بعد يتفضل يعبر الساتر. سمعتوني لو لا؟ بالراحة
نديك يا عراق. اسمع، احنا طلعنا للتحرير حتى نعيش مو نموت، بس هم اللي وراء هذا الحاجز واللي وراهم يريدون نموت. نخلص اليدين، طلعنا حتى نحقق مطالبنا مو مطالبهم. سلمية 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 سلمية. اريدك تعرف لي هذا منو؟ اسمه شنو شغله؟ كل تفاصيل اريد اعرف. صار سيدي. نديك يا عراق بالروح قدام. نديك يا عراق بالروح قدام. عندهم مطلب واحد ما عندهم مطلب واحد ما عندهم غيره، يقضون علينا وينهون ثورتنا. فاللي يريد يحقق هذا المطلب الوحيد يتفضل يعبر الشوط، واللي يريد يمد بعمره يروح يرجع للتحرير. اللي يحب العراق يرجع للتحرير يا شباب. سلمية 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 سلمية. سلمين وكل سلاحي علم بلادي، ويا قاعك تدفن شبانك واحنا نقل قاعك عادي. سلمين وكل سلاحي علم بلادي، ويا قاعك تدفن شبانك واحنا نقل ترابك عادي. ابنك شالك فوق متونه ويحزنك كحلها عيونه، حتى تغير وجهه ولونه وجهه ولونه. ابنك شالك فوق متونه وبحزنك كحلها عيونه، وحالف يا مايك ما يخونه لا ما يخونه. واحد منهم شايل وردة والثاني يسميه مندس. لو تنتهي بدراستك مو احسن؟ خليك بعيد عن هاي السوالف. خليك بعيد عن هاي السوالف. خليك بعيد عن هاي السوالف. هلا وصلاح. ايش بيك؟ شنو تبكين؟ لا لا ما دا ابكي، ما بي شيء، بس ردت احكي وياك على مود حمزه. ايش بيه حمزه؟ منال انت وياي؟ اسمع حكي ماكو شيء، بس افكر بعيد ميلاده بعد اسبوعين. قلت يعني اذكرك انت فكرت بموضوع الاجازه، نروح فد اسبوعين يا عبد الله هناك نحتفل ونرتاح، نخلص شويه من موضوع المظاهرات والواجبات. حكينا بهذا الموضوع اكثر من مره، ما اقدر، وخصوصا بهذا الوقت تتفسر غير تفسيرات. ما بقى شيء على نهايه السنه وانا منتظر ترفيع. خلص صلاح، سوي اللي تشوفه صح. منال اترجاك، هذا الوقت كله صعب. صحيح الواجب الان المكلف به مو سهل، بس هو تحدي كبير بالنسبه لي. افهمي هذا الموضوع الله يخليك.
بس أنا هالمرة خايفة عليك، ما أعرف ليش. فدوى دير بالك على نفسك. أنا لو ما خاطر المرحوم أبوك ما أبيع بالقصد، وأنت ما تلتزم، ما يصير هيك. حجي أنا بس هذا الشهر تأخرت عليك، وأنت تعرف وضعية الشغل. شغل؟ إيش بيه شغل؟ خير من الله، والعالم قاعد تشتغل، بس أنت صاير مناضل ومخلي التكتيك وقف ساعة التحرير. حجي فدوى لعمرك، هاي ما لها علاقة بالشغل، هاي قضية وطن، وبعدين التحرير أنا أروح له ساعة ساعتين وأرجع. ساعة ساعتين؟ هذا الحكي مو تحكي لي، أمك قالت. أمي؟ كنت تعرف من مخابرتك وقايلت لك. ابني أنا خابرت أمك، وتدري بي أنا رجال على باب الله. أمك تعبانة، فكر بيها، بعدين هاي سوالف التغيير والتحرير ما براها خبز. لا حجي توكل خبز، الناس الطالعة طالعة من ضيمها، لو عاجبتك هاي الوضعية. ايش بيها الوضعية؟ ابني أكل ووصوص وزلمة الزين اللي يعبي بالسكلة رقي. أنت دير بالك على بيتك وعلى أمك وعلى أختك. ومنو قال لك أنا مداير بالي على بيتي وعلى أهلي؟ ابني أنا أعرفك كل الزين، أنت خوش زلمة وسبع، بس هاي سوالف ما تفيدك، وما أريدك تقصر ويا بيتك ويا أمك ويا أختك، وعوف هاي السوالف. حجي ما مقصر، أوداعتك ما مقصر. أنا أقول لو تعوف التكتيك وترجع لي السويتش وارجع لك الأقساط وتشتغلوا وياي، وبالأسبوع أعطيك 100,000. يعني ما عجبه الحكي ودار ظهره وراح. حتى عرضت عليه يشتغل وياي ويرجع التكتيك، بس الحكي وياه ما يجيب نتيجة. ابنك راسه ناشف، قال له راح اتداين من صديقي واجيب لك القصد. عبوسي ما يسمع كلامي، خبلني والله ودعتك. هسه اقول له يمه لا تشتغل، انا اشتغل، انا ادبر عيشتك وعيشة اختك، بس قابلني وبعد، ولا تروح ساحة التحرير. والله يا ناس ما بي بعد، ما اقدر اتحملها بطاعة الله وكيل، ما بي حيل بعد، ما بي حيل. مصطفى عاش مع عبوس. شلونها؟ ثورة العراق لا تقتل بالرصاص. ركزوا لي على عباس يا ابو التكتيك. سالفة البحث صار شنو؟ كان فتنا عليهم الا شويه. لو ما صميم وحمزه كان هسه احنا نتغدى وياهم بالخضراء. صار طشارهم ما له والي. بس قرار يقول نعيدها لانه ما يردون يفوتون. بس ما مقتنعين بحكي صميم. بابا ما عليكم حكي كرار، هذا يحكي من كيفه. احنا لازم نخلي ثورتنا تبقى سلميه. ايش في كرار؟ ها؟ ليش تحكون عليه؟ عيني ترى ما حد حكي عليه، قلنا كرار راد يعبرنا الساتر. اي طبعا، اذا ما نعبر الساتر راح نبقى طول عمرنا هنا بالتحرير وما مسوين شيء. بس غير صميم، صميم وهذا العينتين حمزه خلى روحه بالسالفه وخرب واسي الشباب. احنا حفاظا على ارواح الشباب ما نريد نعبر الساتر، لان اذا عبرنا الساتر طشارهم ما له والي، كلها راح تتكتل، لذلك دائما نقول خلوها سلميه. اقول شو انت صاير تحكي مثل جماعه الحكومه. ايش بيك؟ شو هالحكي هذا؟ شنو جماعه الحكومه؟ جماعه الحكومه تقول نفس الشيء. انت شنو؟ ويانا وياهم. ايش بيك؟ شنو وياهم؟ تخبلت؟ والله حكايه ثانيه وقال لا تعبرون لا تتحركون، ابقوا بمكانكم. سالمين حمزه اذا انت خايف شكو جابك للتحرير؟ شكو جاي؟ روح العب بلاي ستيشن احسن لك. كرار احكي عدل ولا تظل تلوص وتشفص بحكيك احسن لك. وانت شنو تعلمني شلون احكي؟ ايه اعلمك.
لان صار لك ساعه قاعد تحكي وتذب اسامير وحكي وانا ساكت لك. ساكت لي. زين انا اريدك ما تسكت لي، اريد اشوف شو تسوي. راح اسوي اللي ما يعجبك. والله ما شوفني اللي ما يعجبني شنو. نزل ايدك. اسك. اقعد ارجع. هاي شنو؟ بدنا نتعارك بيناتنا؟ لا ما راح نغير. شكو. قول له خليه يحترم نفسه. انا محترم نفسي غصب ما عليك. انا مو واقف. على شنو عارفين تفرقوا تعاركون بيناتكم؟ بيعربون بالشباب حتى يعبرون الساتر، يعني حكيك مال البارحه كله ما نفع وياه. انا احكي وياك مع بوجهي. انت تبغى زعطوط؟ باوع يا ولد، ايش قد انت صاحبي وما كثير شاربين سوا، بس ما توصل تدفع الناس ويتكتلون من وراك، هنا انا لا صاحبي ولا اعرفك. هاي انت حتى انت ما قلت انت ما قلت وياه؟ اسكت دا احكي. هذاك الساتر تريد تعبر روح عبره وحدك، افتهمتني لو لا؟ انت نسيت هنا طالعين احنا بالساحه على مود الاحزاب، بس الظاهر ساحه التحرير صارت عباره عن احزاب وتكتلات. يلا يلا خلينا نشوف شغله، ما جاي هنا نصير زين بيناتنا. يلا بلال ودي شاي. اقول لك حبيبي، شو وقت قلت لي اللعبه؟ الخميس. زين صدق حسين علي ما راح يلعب؟ ولا يلعب، المهم ميمي بالتشكيله الاساسيه. لين الشرطاوي وانت رحت على حسين علي لان زورائي. ويلي ربي، خلصنا من الطائفيه الرياضيه مثل ما خلصتنا من الطائفيه تعرف شنو هاي اللعبه؟ اهم من كاس العالم. تعرف شنو اذا نفوز على ايران؟ اشردوا شيلوا، الفرحه تصير فرحتين. هسه فرحه الفوز افتهمناها، الفرحه الثانيه شنو؟ فرحه المتظاهرين. هم قالوا المتظاهرين وحكوا المتظاهرين. عمي ما تخلصت من هاي اللغوه الفارقه مالتك، هذا باب رزق. لك شحاتين، احنا ما نقول شحاتين. لك تعرف شنو الناس هناك منتظره اللعبه؟ هيك بفارغ الصبر، يعني راح يشوفها جمهور بالتحرير اكثر من ملعب الشعب. يبو ايه بيها الخير. شعرفك ما شوف لي هاي الدراجه فايدتنا بالتحرير، تعتعت. انت ما تقول لي تبارتني بهاي الدراجه المتشرقعه مالتك، كل يوم والثاني جايب ليها. ابويا شمرها بالزباله وانا انطيك فلوس من جيبي واشتري غيرها. والله لو تسويها كان شمرتها من الجسر وانتحر بيها، بس ما تسويها فارغ بس حكي. يا غم بابا ليث، ليث تعال شوف الدراجه مال عمك مرتضى يقول تعتعت، شوف ايش فيها. روح. لا بشرفك قوم انت سويها، معود اخربها. يخربها شنو؟ الولد غير عقله ذهب. مو هاي فايدتنا بالتحرير، يعرف لو ما يعرف. وشلون ما يعرف؟ هذا انا معلمه من هو صغير يشتغل وياي، عقله ذهب دا اقول لك. بعدين يقول لك صانع القسطه قسطه ونص. انت قسطه والله. بدي جيب لنا رجيله، جيب. يقول لي ما يعرف. لك بابا اسمعني هنا يمي، بابا هذا ولد يريد يعيش، يمشي على باب رزقه، على باب الله، مو مثل ذول الشباب الدايحين اللي بعمره يفترون بالتحرير وبس يشقشقون سلفيات. اقول لك تمام، ما تعرفهم تخليهم بحالهم. ايش عليك؟ ايش عليك بيهم؟ لا تحكي بيهم. هسه احنا ايش قايلين؟ قابل انا مانعهم، بس هو راي. ليش الصادر راي؟ كل ما هنالك دا نقول راحتهم للتحرير وهاي المظاهرات مالتهم ما بيها فايده عمي، ما بيها فايده. كانهم واحد يغني بخرابه، ادري من يسمع بالخرابه؟ البزازين. ايش دا نقول احنا؟ قاطعين الشوارع وسادين مصالح العالم. تحاكين عليك هم، انت قاعد بمحلك، ما تطلع ابقى لا تطلع، من قال لك اطلع؟ هيك يعني؟ ايه. لا يدعوا في الدراجه لا تصلح عوفه. حاضر السادة. يا بدي عوفه، انت عتعت ولا هذا كلامك اللي عتعت؟ رح عوفه.
انا فرحان بكم هوايه. الشغل بدا يجيب نتيجه والساحه قاعد تنطف، وهذا كله بسببكم. سببنا؟ غير انت ويانا. عمي اسف، بسببنا كنا. نسيت الطريقه العربيه والهمزه تفرق عندك. المهم ورا اللعبه راح يصير عندنا كلش هوايه شغل، يعني بعد يومين اللعبه وبس، فراح نتعب هاليومين. ولا تخافوا، تخلص اللعبه وانا متواعد ويا شباب كلهم راح يصيرون بمجموعتنا. يعني راح نشوف اللعبه بالتحرير؟ اي طبعا، ليش ما دريتي؟ غير دبرنا شاشه هالكبرى راح تعرض اللعبه مالتنا مباشر. سمعت بس عبالي بس حكي. عبالك شنو؟ بس حكي. يا بنيه احنا قول وفعل. والله والنعم. رخصتكم حبايب. مرخوص. الو، اقول لك عبوسي. رحيق. امي ما ادري ايش بيها، شكلها مريضه. اي حتى اليوم للشغل ما راحت. تعال شوفها. يلا تمام جاي. واقول لك امي قبل لا تنام قالت قولي له العبوسي خليه يجيب لي دواء من الصيدليه لان دوايا مخلص. يلا باي باي. انا يمكن ما اشوف اللعبه وياكم، يعني اشوفها بس بالبيت. انا هم يمكن ما اقدر اشوفها. زين ليش ما تجين يمي بالبيت ونشوفها سوا؟ زين انا عندي عرض احسن من عرضك. حلو، صارت بالعروض تشوفون. انا مالي علاقه. سمعي، انا اقنع بابا نيجي نشوف اللعبه بالتحرير، وانت تقولين انه جايه يمي ونيجي نشوفها هنا. اي جنات، انا دا اشوف هاي الفكره صحيحه. شو رايك تبقين يمنا وباع اللعبه سوا؟ باعي حمزه هماتين يريد تجين هنا، لا تكسرين بخاطره. يعني ان شاء الله تصير. صميم. حبيبي. انا صار لازم اروح للبيت. امي شويه تعبانه واليوم ما اخذت لها علاج، فلازم اخذ العلاج واروح. انت ما وديت لها دواء اليوم؟ لا ما وديت، فلازم اروح. يلا قومي جنات. خذوا البنات. يلا قومي. روح لها على السريع بشرف. يلا عبوسي. يلا تمام. دير بالك على نفسك. دير بالكم على نفسك. دير بالك على الحجيه. عبوسي صار عادل مو مثلي. اوكي. صميم باي باي. يلا تاخر عليها عبوسي، وجهك. يلا الله يا عبوسي. يلا مشي. وينك البارحة اتصل لك وما ترد؟ والصبح كله تليفونك مغلق. والبارحة ما رجعت للبيت. لا رجعت. اي بس صحيح كان الوقت متأخر، انتي كنتي نايمة والصبح طلعت. عرفت انت دا تروح للتحرير. لقيت الرسالة اللي بجيب قميصك وقرأت كل الحكي اللي ما له داعي. انت ليش هيك تسوي بيه؟ ليش حبيبي ليش؟ زين أنا ما فكرت بيه، أنا أمك. أبوك هم ما فكرت بيه مو؟ زين عوفك من هذا الحكي، عوفك ارجع يلا. ارجع حبيبي. تراني لحد الآن ما قلت لأبوك. ارجع وتوعدني بعد ما تروح. أنا من أريد راح أرجع. حمزة ترجع لا قسما عظما أقول لأبوك. يوم قولي لي لا تريدين، أصلاً أنا كنت شايل هم دا أحس نفسي ضام عليكم شي أنتي وأبويا. هسه أنا ارتحت لما أنتي عرفتي. أمي لا تشيلين هم، لا يضل بالك، وهاي الرسالة شققيها. كل اللي أقدر أوعدك بيه راح أدير بالي على نفسي.
الو اليوم اسمعيني. انت مره ثانيه ما تطلب وياه، بس حتى صدقني من اقول لك هذا الولد مو طبيعي. بس انا ما شفت شيء مو طبيعي. استغفر الله. انت لو غشيم لو متقصد بتعصبني. شنو الطبيعي العاد؟ بشوفه يتختل بالدرابين ويخابر؟ اكيد قاعد يطرح داثيات عن المظاهرات والناشطين. صميم، هذا الولد اذا ما طلع علاز زرعته الحكومه هاي ايده قصها. طنج قاره. عبوسي اليوم هم رح ترجع للساحه بالليل؟ هو ان شاء الله ارجع اطمئن على الحجيه واخذ لها علاج وراها ارجع للساحه. زين، اذا رحت انطيني خبر لانه اريد ادز غراض بيدك الصميم. صار سترفل. تقول قلبك عبوسي. إذ وليدك يما تعبتي. اقري عيوني اقري، ما حد يفيدك اقري. ايش صار يما؟ ام عبيس خوتك تعرف مسوي هذا الدرب حتى الفل البيت، كل شيء ما بيك اقوى مني. ولي هو الشاقة. هم زين من رجعت. الغالي يا ام عبوسي، شلون ما ارجع؟ انت الغالي يا ام عبوسي، تفضلي هذا دواك وان شاء الله شفاء وعافيه. اشكرك. خو ما هم يعني تريد ترجع؟ هو انا ما اريد ارجع، بس اريد اروح ساعه ساعتين وارجع بسرعه. شنو ما ارجع شنو اروح؟ ليش انا ما اعرفك؟ هسه انت ما تمل من ساحه التحرير يا يما. هسه مو من الصبح اللي هسه انت بيه. هسه طلعت هالتحرير هاي ما ادري من طلعت لي. شوف ام عبيس وعيونك ما اريد اروح، بس الولد طلبوا مني غراض وعيب اذا ما اروح. بس انا اقدر لك. روح فدوى اروح لوجهك. باوع لا تتاخر عبوسي، ترى راح اسوي عشاء وننتظرك. تدلل ام عبوسي. ماشي. شوف ولك من السوق على كيفك، لا تروح تسوي حادث يمه. صار يمه من عيوني. اخ راسي والله موتني هالولد هذا. شبيك يمه شبيك؟ هسه انتي ما تعرفين عبوسي؟ هو ساعة ويرجع، لا تخافين عليه. الله كريم. هلا اخي. هاي انت هنا وانا صار نص ساعه من النفق ادور عليك. عبوسي وين ما تلقي هوسه تلقاني. ايش فيك؟ هاك تفضل. شنو هاي؟ هاي الغراض دزت مرفل ودزت هذا العلاج قالت خليه شربه واشرب اشياء دافيه حتى يرجع صوتك والطيب. والله عبوسي كنا صوتي بعد ما يرجع. عشيت؟ لا راح ارجع للبيت اتعشى لانه امي قالت لي تعال نتعشى بالبيت سوي. شلون امك؟ زينه وطلعت فد ممثله مسوي هذا الدرب كله على مود ارجع للبيت. كذاب. وراح ابوك. خطيه ترجع عليها والله خطيه. راح ارجع بس وعاد ترفل اوصل لك الغراض واعطيك العلاج واخذ نص ساعه يمكن ما ارجع. باقي على نفسك.
ولا تندفع ابد وياك الهجمات. سمعتني عبوسي؟ تمام. لا تنسى. يلا توكل. يلا ودعناك رئيس. حبيبتي. شوي نمنمات وكمامات لأنه أنت خطية تكسر الخاطر. ما أريد منها لحد ما تخلص الثورة توقع سنونك، فدزيت لك معجون أسنان ودواء على مود صوتك. والله لو الحكومة تحس بالشعب مثل ما تحسين بيه كان هسه كل شيء وخير. شجعتني أرشح وأصير رئيسة وزراء من تسقط الحكومة. ها هم عودها ما تدعمني. وأني هم راح أشتاق لك. دير بالك على نفسك، تصبح على خير، تصبح على وطن. البشري امام الحاجز الكونكريتي مثل ما امر سيدي. احسن. شوفوهم العين الحمراء، ترى خلال دقائق يعبرون الساتر ويصير كارثه. سيدي ما يعبرون الساتر. حاول تتجنب الخسائر البشريه، بس اذا اضطريت خليها قليله. خسائر قليله وما يعبرون الساتر احسن ما تصير خسائر بالمئات وما يعبرون الساتر ويوصلون للخضراء. صار سيدي. اليوم الساتر العبره، اليوم الساتر العبره. يلا شباب لا حد يسكت معاون. حل لا حد يسكت. يلا خلنا نطلع. اليوم يلا شباب حل. اليوم الساتر العبره. اليوم ساتر العبره. اليوم ساتر العبره. زين قرار والشباب راح يعبرون الساتر.
يعبر يا ولد، ما نريد الموت يا ولد، لا حد يعبر، لا حد يعبر، خلونا سلميا، الخاطر الله رجعوه، رجع يا ولد، ارجع بسرعة، ارجع لا حد يبقى. يا ولد الكل يرجع، اترجاكم الكل يرجع، ما له داعي هاي العبرة. سلمية 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 سلمية